تمكن نادي الهلال من تحقيق الفوز في كلاسيكو الكرة السعودية على حساب الأهلي ب3 أهداف لهدف مساء اليوم الجمعة. وسجل الهلال هدفه الأول عن طريق نجمه الصربي سافيتش في الثانية 4-6 مع بداية الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي. ونجح ألكسندر متروفيتش في تسجيل ثاني أهداف أزرق الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة 73. وقلص الأهلي النتيجة في الشوط الثاني عن طريق جناحه الهجومي الفرنسي سنت آلان ماكسيمان بتصويبة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58. وعاد الهلال للتألق من جديد بتسجيل ثالث أهدافه في الدقيقة 84 عن طريق المدافع روجر إيبانيز لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه. بهذا الفوز يحلق نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما تجمد الأهلي برصيد 22 نقطة في